دبريني وارحلي لملمي شعثا مذاب اعجني من حزني الملتاع ألوان العذاب احضنيني وارحلي كالأمس يخبو في ارتياب أنت ذكرى أنت طيف عابر يحكي سراب احضنيني وارحلي كالأمس يخبو في ارتياب أنت ذكرى أنت طيف عابر يحكي سراب عابر يحكي سراب عابر يحكي سراب أنت ذكرى أنت طيف عابر يحكي سراب كلما ناديت أمي داعبت جفني الدموع داهمتني في الدجى والشوق يجتاح الضلوع كلما ناديت أمي داعبت جفني الدموع داهمتني في الدجى والشوق يجتاح الضلوع فتندى القلب يستجدي من الشمس السطوع لكن الشمس تناءت غادرت دون الرجوع غادرت دون الرجوع فمضيت الدرب وحدي حائرا بين الجموع وسؤال يحتويني أي حزن حاكني نسجا وريفا باغتراب أي سعد أرتجي والموج يقصيه اضطراب أي سعد أرتجي والموج يقصيه اضطراب سأعود إليك بعد هذا الهاتف الذي أنتظره فهذا شرف ما بعده شرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا براءة. ازيك يا عمو؟ الله يخليك يا براءة. ازيك يا بنتي؟ الحمد لله. كيف حالك؟ الحمد لله. الله يشهد بأنني قد لا أملك لا أستطيع أن يعني. ازيك يا براءة؟ الحمد لله. انت عامل ايه يا عمو؟ تفضل من الله ونعمة. شفاك الله وعافاك يا بنتي. جزاك الله شفاك خير. الله وعافاك. ربنا يشفيك يا بنتي. أسأل الله العلي العظيم أن يكتب لك الشفاء وأن يبارك في كل من يحفظون كتاب الله تبارك وتعالى. اللهم آمين. اللهم اكتب لك الشفاء واكتب لكل مريض مسلم الشفاء واجعلنا يا ربنا ممن يحفظون كتاب الله. تفضلي يا براء. ممكن أقرأ؟ تفضلي يا براء. نحن سنسمعك. فهذا البرنامج برنامجك يا براء. تفضلي يا بنتي تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء
فأقبلوا إليه يرجعون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا براء يا براء والله لقد كان قلبي أن ينخلع والله لقد عجز لساني عن الحديث وقد يتساءل الناس ما الذي يبكيك كلكم تعرفون قصة هذه البراءة أسأل الله أن يكتب لها الشفاء لأنها تحفظ كتاب الله كاملا أسأل الله أن يشفيها وقد دخلت معنا على البرنامج والله يعلم والله يشهد بأنني لأول مرة في حياتي أبكي من قلبي والله يشهد على ذلك لأننا نتحدث في الرضا بقضاء الله تعالى وقدره وهذا هو قضاء الله وهذه هي إرادة الله فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه اصبري على أمر الله يا براءة أسأل الله